هنا في كندا كاين عراقيل وفما كأول مرة نجرب العمل مع أصعب لحظة في بالك من اللي زدت. أنا من اللي كنت صغير نحب الأسترالي صراحة. السلام عليكم وصحة رمضانكم ومرحبا بكم في حصة قسرة مايك. اليوم جبنا لكم عبد الباسط، شاب جزائري مقيم جديد بكندا. مرحبا بك خويا عبد الباسط. الله يسلمك ومرحبا بنا عندكم. الله يحفظك خويا عبد الباسط. نبداو مقدمة صغيرة عليك. احكي لنا شكون هو عبد الباسط واحكي لنا على البداية تاعك والتخصصات تاعك. السلام عليكم. عبد الباسط، 31 سنة، مقيم جديد في كندا. في البداية تاوعي كنت تخرجت من الجامعة سنة 2016، كان تخصص هندسة مدنية جامعة البليدة. هذا التخصص اللي كان حلم الصغر كما يقولوا. بعد مرور بعد ذلك دخلت المجال التعليم، التعليم الثانوي لمدة 5 سنوات، والآن راني في كندا. الله يبارك خويا عبد الباسط، ما شاء الله. قلت انه هو التخصص تاعك كان هندسة مدنية هندسة مدنية بجامعة البوليدة. سعد أحلى. الله يبارك. وبعد كي تخرجت، هل خدمت في التعليم بالمهنة تاعك بالتخصص تاعك كمهندس مدني؟ هي في الحقيقة أنا قبل ما ندخل التعليم، ميدان التعليم، بحثت على عمل معناها الورشات في مختلف الأماكن اللي فيهم التخصص نتاعي، لكن ما لقيتش العمل تاعي خلال شهرين. قبل هذا رحت اشتست الخدمة الوطنية لمدة عام كامل. قبل ما نكمل الخدمة الوطنية اشتست أيضا الكونكور تاع الأساتذة في سنة 2017، والحمد لله ربي وفقني وكنت من بين الناجحين في هذا الكونكور، وتحصلت على منصب عمل في ولاية تيبازا. ما شاء الله، الله يبارك خويا. صافي بعد ما تخرجت من الجامعة كمهندس مدني، رحت تجوزت الخدمة الوطنية تاعك. مباشرة شهرين اشتست، رحت كمتطوع باش معناها نتهنى من الخدمة الوطنية، ما تبقاش تذبح فيا ديريكتومون. عفسة مليحة هذه. وكيفاش كانت الخدمة الوطنية؟ كيفاش كانت أيام الخدمة الوطنية؟ شوف، كي الخدمة الوطنية كانت تجربة ولا أروع، ما نكذبش عليك. كاين بزاف ناس، وأنا واحد من الناس كنت داير اللي كانت بمثابة العقوبة مع الأول، لكن بعد كي تكون في المجال في النهاية تبدأ تشوف باللي كتجربة حياة ولا بد منها. نورمالمون أي إنسان، أي واحد لازم يفوت يجتاز مراحل صعبة في حياته، قادر تكون صعبة قادر لا على حسب الظروف، لكن كمرحلة أنا واحد من الناس نفتخر أني اجتزت الخدمة الوطنية. ما عنديش وطنية زايدة ولكن عجبتني كخبرة في الحياة. تعلمت بزاف صوالح من هذه الفترة اللي هي مقدرة بعام كامل. احكي لنا مادام استفدت، احكي لنا حاجة اللي استفدت من حاجة شابة بزاف بالنسبة لك اللي استفدت منها من الخدمة الوطنية. الحاجة اللي استفدت منها بزاف هي معناها اللي أول مرة في حياتي نكون مسؤول على نفسي. معناها كنت دائما عندي الوالد مع والدي عايش، دائما الماكله واجده، دائما الماكله غير اللي تعجبني، دائما الماكله نرقد وقت ما نحب، نوض وقت ما نحب. بصح في الخدمه الوطنيه تتعلم باللي تولي نمط حياة خد اخر كاع مختلف. تنوض الصباح على 5، دير بولدير، تروح تجري فوتينغ، تكمل تروح تاكل تسقى قهوه، تكمل تروح تبدا التدريبات. معناها كان ريتم اخر كاع مغاير اللي كان عندي من قبل. دونك فماك عرفت الانضباط، عرفت وشنو هي المسؤوليه ثاني. خاطر من بعد فتره التدريب دخلنا لمرحله العمل، وحنا كنا كضباط، كنا لازم معناها حتى تتعلم. راح تكون مسؤول على ناس، راح تكون مسؤول على، عندك مسؤوليات لازم تديرهم. هذوك المسؤوليات لازم تكون قدهم. وفما كأول مرة نجرب العمل، معنى كلمة عمل لأول مرة نحس بها. واحكي لنا حاجة
زوج حاجات، حاجة الأولى ذكرى طيبة في الخدمة الوطنية، وذكرى سيئة بالنسبة لك في الخدمة الوطنية. ذكرى طيبة. عرفنا ناس ما شاء الله، معناها رجال كاينين في المؤسسة العسكرية، و كذكرى طيبة. كذكرى أسوأ ذكرى كانت هي أنه يوم الفراق، بعد درنا ستاج كيف كيف احنا كنا 256 فرد، معناها طالب ضابط خدمة وطنية. ومن بعد كل واحد فينا راح يروح المكان مغاير. انا كان عندي الحظ، كنت غير فماك انا اجتزت معناها لو ستاج تاعي درته في بالعباس في لالات. وكاين ومعناها رحت نخدم في وهران، معناها مش بعيد وفي الشمال، وكاين الأغلبية معناها العظمى راحوا للصحراء. كانت هذه لحظة الفراق هذيك تاع كل واحد فينا ورايح، هذيك أصعب لحظة في بالك من اللي زدت. صح، الفراق بارفوا تاع لي كولاغ وتاع الناس اللي تعزهم صعيب بزاف. نعاودو نرجعو شوية للتخصص تاعك، خاطش قلت انه الهندسة المدنية كانت حلم الطفولة تاعك. علاش كانت حلم الطفولة؟ وش هي الحاجة اللي عجبتك فيها؟ بون انا ملي كنت صغير كنت نحب بزاف. ما كنتش الهندسه المدنيه كهندسه مدنيه، كنت نحب العمران بصفه عامه. مهندس بالنسبه لي كانت مقارنه بتسكي اركيتكتور. هذاك هو معناها بالمفهوم، معناها ديزاين. ولكن بعد كي كبرت عرفت بلي كاين هندسات، مش هندسه مش غير العمران، الهندسه الميكانيكيه، الالكتريك، معناها كاين بزاف تخصصات. دونك انا كان العمران هو اللي معناها كانت لا باسيون تاعي. دونك الاركيتكتور عرفت فيما بعد بلي انا الاركيتكتور في الجزائر صعيب شويه باش تلقى بها خدمه، معناها لو ستاتيو تاعها. دونك الهندسه المدنيه هي كانت الملاذ تاعي، واخترتها عند قناعه في الليسي. ديجا انا في الثانوي اخترت هندسه مدنيه قبل ما نروح حتى الجامعه. الله يبارك، ما شاء الله. ما عدا الخدمة الوطنية والتعليم، هل كان عندك تجربة أعمال أخرى في الجزائر؟ نعم، خدمت. أنا متحصل، عندي حزام أسود في الكاراتيه، وعندي شهادة تدريب في الكاراتيه، وعندي شهادة تدريب في البادمنتون، الريشة الطائرة. كنت نخدم بدوام جزئي في فريق جمعية جيل الرياضة، مدينة أحمر العين. خدمت من 2015 حتى 2023 بدوام جزئي، حتى 2022 بدوام جزئي في الكاراتيه. وخدمت ثاني في الريشه الطائره من 2019 حتى 2020 مع كوفيد. فوالا. دونك كانت عندي هذا الخبره تاع التعامل مع الاطفال الصغار في الاطار الجمعوي. الله يبارك. يعني تشوف انه هذه الخبرة تاعك في الإطار الجمعوي في الخدمة الوطنية ساعدتك انه تكون أستاذ ولا معلم أحسن كمعلم. هي كي نشوفوا التأثير تاعها كان كاين مثلا كون نشوفوا الانضباط تاع الخدمة الوطنية وكاع. كان عندي كي خدمت من بعد في التعليم وكاع، كنت انسان نحب شويه الانضباط، ما كنتش نحب اللعب بزاف. وفي المقابل تاني كان عندي روح الدعابه واللعب مع الاطفال الصغار. خاطش في الكاراتيه كنت نخدم بزاف اكثريه الوقت مع الاطفال الصغار جدد اللي يدخلوا جدد للكاراتيه. ذاك معناها هذيك الروح تاع التعليم وتاع الدعابه وتاع اللعب وتاع الاخر كانت عندي حتى في التعليم. بدليل انا كنت نلعب مع التلاميذ تبعي العاب حتى في القسم داخل، معناها في اوقات الراحه كنت ننظم، معناها ساعدتني كثير في العمل وفي الانسجام مع المحيط تاع التعليم بصفه عامه. الله يبارك. وكمعلم سابق في الجزائر ولا كمواطن جزائري، وش هي العراقيل والمشاكل اللي واجهتك في الجزائر؟ في الحقيقه كاين في كل بلدان كاين مجموعه من معناها العراقيل. حتى هنا في كندا كاين عراقيل وكاين اشياء مليحه واشياء مش مليحه.
ولكن في الجزائر، من بين العراقيل اللي كانت كاينه، وشغل التاثير تاعها كان حتى يمس جميع الاطراف، هو النقص معناها اللوجستيكي في المؤسسات التربويه. هذا من بين العوامل اللي كان معناها يرجع سي ان هانديكاب اللي يخليك توجور تمشي اعرج، ما تكونش تمشي، لانه المقررات التربويه كانت تتكلم شيء، ومعناها تحتاج اشياء كثيره، وفي المقابل هذيك الاشياء لما ما تكونش راح تشوف روحك حتكون ما تقدرش تكمل العمل تاعك رغم من تعوض هذا بالمجهودات الفرديه والساعات الاضافيه، الى انه موش كافي، لانه لازم يكون اهتمام باللوجيستيك في المؤسسات. لانه دي احيانا نصيبوا كاين عندنا مؤسسات جميله، مثلا المؤسسه اللي خدمت فيها من بين احسن مؤسسات كهيكل معناها تساعد على التدريس، ولكن كي تدخل المخابر، كي تدخل الاخر، تشوف باللي كاين تقصير كبير كبير. هذا شيء من بين الاشياء. كاين مشاكل اداريه بيان سور، العامل البشري كاين دي فوا عامل بشري غير مؤهل، تسيبو للاسف معناها يقرر. وكاين ناس معناها ما يشتع. مثلا نتكلم ندو مثال صغير، معناها انا كاستاذ هندسه مدنيه، معناها روح تتكلم مع استاذ، كاين ناس عندهم خبره ومحنكين، كاين بصح اقليه تصيبهم كان هو ادبي، وكي تروح ليه تعطي له طلب مثلا تاع عتاد ولا تاع حاجه علميه، ما يعطيلهاش اهميه كبيره، لانه ما عندوش هذاك لاسبي سيونتيفيك، معناها يبان لك انت تضيع له في الوقت. انت هذا اشياء، هذو العقليات للاسف كاين بزاف. هذا مثال برك، كاين العكس، كاين اللي هو علمي وما يمدش. هذو العقليات للاسف مازالوا كاينين، وراهم ثاني هما من بين الاشياء اللي يخلوا معناها الانسان، يخلوا المؤسسه التربويه تاعنا بصفه عامه عرجاء. دوك يزعفوا عليك لا الادبيين. مش الادبيين برك فيها بزاف هذا صحيح، مثال، مجرد صح مثال. صح. وال احنا هضرنا على العراقيل بوكو بليس في التعليم. وش هي كرياضي سابق انت وكمدرب في رياضة الكاراتيه، ايضا وش هي النقائص اللي تلاحظها في الرياضة الجزائرية بصفة عامة، خصوصا الرياضات اللي نسميها رياضات الظل، اللي هي ما عدا كرة القدم ولا الجودو ولا البوكسينج؟ وش هي العراقيل، وش هي الامور النقائص اللي في الرياضات الجزائرية؟ أه، في الرياضه بصفه عامه، هي في جميع المجالات راه كاين العامل البشري راه مؤثر بزاف على معناها التألق، ولا على، لانه كون نشوفوا الدوله واش راهي تصرف، واش تمد امكانيات من الفوق، واش راه يوصل معناها للاعب الصغير هذاك، ولا الرياضي الصغير، ماهوش يلحق ليه حاجه كبيره. هذا هو الحاجه هذه هي اكبر. وثاني كاين لا سونتراليزاسيون، كلش راه سونطري سور الجي، معناها لا كابيتال، معناها لي زوت ريجيون للاسف تصيبهم مهملين. اي رياضه، نهضروا على مثلا رياضه الكاراتيه اللي هي ثاني رياضه بعد كره القدم في الجزائر كممارسه، نشوفوا بلي رياضه الكاراتيه وراهي تجيب نتائج للجنه الاولمبيه، صحيح. معناها جابت لنا نتائج دوليه. للاسف نشوفوا باللي راهي مهمله اهمال كبير جدا. من بين العراقيل نقص الامكانيات اكيد، نقص العتاد الرياضي، نقص ولهذا الشيء، وحتى الكفاءات، كاين ناس كفاءات عاليه في الرياضه وتروح راهم يروحوا للخليج، راهم يروحوا يخرجوا من الجزائر، راه يلقاو الامكانيات وراهم برهنوا في شعال من رانا نشوفوا في شعال من الرياضه. وحتى في الرياضات القتاليه تروح تشوف دول الخليج مدربين كاع تاع معناها الفرق الوطنيه والانديه الكبيره هم حاكمينها جزائريين ولا مغاربه بصفه عامه. هذا انما ليس الا دليل على انه الكفاءه في الجزائر راهي كاينه، لكن لونكادرمون كون ما تخدمش في العاصمه ولا في الولايه كبيره، راح تكون دائما في الظل، ومش راح تبان، وتبقى دائما محصور عليك الا قله قليله اللي قدرت تكسر هذا الحاجز هذا. صحيح، يعطيك الصحة. نعاود نرجعوا شوية لكندا والهجرة.
وش هي بون احنا حكينا بزاف على سلبيات وعراقيل. اكيد راح نسقسيوك الاسباب اللي خلاتك تخمم في الهجره. الهجرة هذا سؤال صعب بزاف. الهجرة هو في الحقيقة كان حلم ولا هدف، نقدر نقولوا بوكو بلوس هدف من اللي تقريبا من سنة 2014 من لا ليسونس، من اللي جبت فيه لا ليسونس. كان عندي هذا التخمام ولا هذا الاخ تاع نعيش في الخارج. مع الاول ما كانش عندي اسباب مقنعه، كنت حاب نروح نديسكوفر باسكو نحب نديكوفري الخارج، مام نروح غير نحوس، كانت هذا هو لو بوت تاعي. ومن بعد بعد بدايتي في التعليم، تاكدت من هذا الخيار، بديت نديرو في راسي بزاف بصفه مركزه. في البدايه كنت حاب ندير مع لي زيتيود في الخارج، ومن بعد بالك نعاود نرجع للجزائر. مع دا قررت ندير هجرة. على هجرة وعلى الأسباب اللي خلتني نروح للهجرة، كاين أسباب مادية كدرجة أولى بيان سور، لأنه شفت باللي وصلت للحقيقة أنه أنا كمواطن جزائري بسيط افيك ان سالير موين، معناها شفت باللي ما اذا حبيت نتزوج لازم لي صوم كبيرة، معناها قيمة كبيرة من المال. إذا حبيت نبني كيف لازم لي قيمة كبيرة. حبيت نشري سيارة اللي ولات حلم في الجزائر ولات قيمة كبيرة بزاف. شفت روحي باللي لازم نخدم بالك 40 سنة باش نقدر نحقق هذا كامل. وانا واحد من الناس مانيش ضامن باللي حنعيش 40 سنة. سما صح. الواحد يسعى، هذا في الجانب المادي. في الجانب على الحياة، للأسف كاين عوامل تاع إدارة تاع عامل تاع تشوف باللي راك تكبر مع والديك في دار واحدة، ووالديك تعبوا بزاف في حياتهم. وهذا هو الأكبر عامل في الحقيقة، أنه في ضحوا بزاف صوالح في حياتهم باش انت تولي مستقل، باش تولي انسان تقدر انجور ترجع لهم ذاك الخير. شفت روحي باللي كون نكمل في هذاك الريتم قادر والدي يقولوا ما كاش، وانا ما نقدرش ما نرجع لهم شويه من الخير تاعهم اللي مدوه لي واللي ضحاو من التضحيات تاعهم. دونك شفت باللي صح. اكبر عامل اسمه هذا هو الحل الوحيد. على الاقل هنا يكون عندي نمط حياه مليح، وبالاضافه على هذا نقدر نرجع في وقت قصير شويه تاع من واش طاولي من بزاف اللي طاوها لي. صح، عمرنا ما نقدروا نرجعوا لهم ولو فوالا. شويه. صح. اخويا تحيه للوالدين وين ما كانوا، وربي يحفظهم والله يرحم اللي ماتوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وما دام انك خممت انه هذه هي الاسباب اللي خلتك تخمم في الهجره، علاش كندا؟ وعلاش كندا ومشي بلاد وحده اخرى؟ في الحقيقه كانت عندي، انا ملي كنت صغير نحب الاسترالي صراحه. تحب لكن تبعد انت؟ بعد ولكن الحمد لله كانت عندي فرصه اني كنت قادر نهاجر، ندير دراسه، معناها ندير دي زيتود في بولونيا ولا في فرنسا. لكن ما كتبش المكتوب. وعلاش كندا وما درتش هجره لانجلترا ولا على فرنسا؟ حقيقه كان عندي، معناها كان عندي درت اناليز كل واحد واش يولموا في هذه الحياه. كاين بزاف ناس يحبوا يروحوا انجلترا، كاين انا واحد من الناس. شفت حكمت لي ديستيناسيون تاعي، شفت وراهم ايجابيات سلبيات، وين نقدر نعيش ونقدر نتاقلم بسرعه، وين نقدر نكون نصيب روحي اليس. شفت باللي في كندا هي اللي تساعدني بزاف. الحاجه الاولى سيتا البي اللي معناها بلد اللي يدعم الهجره، بلد تاع هجره كما هو كما الولايات المتحده الامريكيه، معناها يستقبل جميع الناس وجميع الاجناس، وما عندوش ما كاش عنصريه كبيره في كندا مقارنه بدول اخرى. كاينه عنصريه بالك مبطنه ما تبانش بصح. صحيح. بصح ما كاش عنصريه ديكلاري ولا تشوفها في لي ميديا ولا. الحمد لله في هذا معناها هذا عامل من العوامل. آه، المعيشه هنايا معناها الامكانيات المتوفره في البلاد فرق شاسع بينها وبين بكثير من الدول الاوروبيه المتقدمه. معناها هنا تصيب مام لو ستيل دو في ماهوش. احنا ولفنا في الجزائر وحنا قالب تاع فرنسا، معناها تشوف الطرق الصغيره كلش. حبيت حاجه جديده، حاجه
حاجة معناها تكون فيها اختلاف على اللي عايش فيه. صحيح. كندا وامريكا خصوصا مختلفين بزاف على باقي العالم. خاوتي فيديو تاع اليوم خلاص، مازال الجزء الثاني فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لنا جيم وبارطاج.